كتير مننا أول ما بيقابل موقف جديد في حياته هو مش عارف لسه يتعامل معاه ازاي. أسهل حاجة بيعملها إن هو يحط البطانية على راسه وينام، أو يقفل تليفونه وما يردش، أو يعمل نفسه مش من هنا، مش سامع، أنا معرفش، أنا ماليش دعوة. أول خطوة ما تجريش. أيوة، ما تجريش. الحقيقة ان التجارب او المواقف الحياتية اللي انت تلاقي نفسك مش عارف تعمل فيها ايه، هي دي انسب فرصة عشان تتعلم حاجة جديدة. المواقف دي بتظهر لك بتشاورلك على المناطق اللي فيك اللي لسه عايزة تتطور، محتاج تتعلم مهارات تواصل اكتر. لا انت هنا محتاج تبقى الذاكرة بتاعتك اقوى شوية. لا انت هنا محتاج تبقى رايق مع نفسك اكتر. مواقف الحياة اليومية بتشاور لنا طول الوقت على النقط القوية في شخصيتنا وتقول لنا برافو، كمل واستمر. وفي نفس الوقت بتشاور لنا على المناطق اللي لسه عايزة تتطور، تقول لك طورني شوية، اشتغل عليا شوية. لما تقابل موقف فعلا اكبر من قدراتك جواك تبقى عارف انا هعديه، ولكن لازم اتعلم وما اقفش عنده.